بعد 8 سنين من الكفاح والإخلاص حصلت اللحظة التاريخية. في ماتش الجونة موسم 2023 ل 2024 كريم نيدفيد كان لابس شارة الكابتن، وبعد ما اتغير في الدقيقة 62 الشارة راحت لعلي معلول، أقدم لعيبة الأهلي موجودين في الملعب. دي كانت أول مرة علي معلول يلبس شارة كابتن الأهلي من أول ما انضم للنادي سنة 2016، يعني بعد حوالي 8 سنين كاملة أو 2840 يوم، وبكده بقى ثالث أجنبي يرتدي الشارة في تاريخ الأهلي بعد تجارب سابقة نادرة. سبق أن ارتدى الثنائي الفلسطيني مروان الكنفاني والسوداني عبد المنعم شطة. الجمهور الأهلاوي استقبل اللحظة دي بإشادة جماهيرية كبيرة جدا، كانوا شايفينه أسطورة حية في النادي. الملعب كله وقف يهتف بصوت واحد: علي يا علي، أسطورة يا علي، والدموع نزلت من عيون الناس من الفرحة. علاقة علي معلول بالجمهور كانت أسطورية، الناس كانت بتحبه مش بس عشان أرقامه، عشان إحساسه ووفائه. كان بيحس إن الجمهور ده عيلته. كانوا بيغنوا وهو بيسجل عظمة على عظمة ملك الحلول. وفي آخر ماتش ليه مع الأهلي سنة 2025 كانت اللحظة الأصعب والأجمل. الجمهور وقف يصفق له 10 دقايق كاملة بدون توقف. الملعب كله كان بيغني باسمه والأعلام الحمراء مليانة المدرجات. علي معلول وقف في نص الملعب، دموعه نزلت بغزارة، حضن زمايله واحد واحد وبص للجمهور طويلا كأنه بيودع بيته التاني. علي معلول مش بس لاعب، ده قصة وفاء حقيقية. نسر جاي من صفاقس، لبس الجيرسي الأحمر 9 سنين، خد 22 لقب ولبس شارة الكابتن، وبعدين رجع لبلده، بس قلبه فضل في القاهرة إلى الأبد. النهاردة علي معلول أسطورة حمراء بمعنى الكلمة، من صفاقس لكابتن الأهلي والنسر النادي اللي اسمه هيفضل محفور في تاريخ القلعة الحمراء للأبد. لو عجبتك الحلقة ما تنساش دلوقتي تعمل فولو، شير ولايك، وشارك الحلقة دي مع كل أهلاوي تعرفه. استنى الحلقات الجاية. قلنا في الكومنتات عايزين حلقات عن مين، حاجات بسيطة. سلام.